السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنتكلموا على سيارة جوجر. هي سيارة هجينة تصنعت بالمغرب مؤخرا. تم تصميم هذه السيارة هذه باش تكون واحد السيارة هجينة، أي أنها كتخدم بالكهرباء والبنزين، وهذا كيجعل منها أنها كتستخدم الوقود بشكل أفضل وكتساعد على تقليل الانبعاثات الضارة للبيئة. الأفضل من هذا هي أن سيارة جوجر هي علامة صنع بالمغرب، وكتعني هذه العلامة أن 80% من المكونات المستخدمة في السيارة هي محلية الصنع، وهذا كيساعد على دعم الاقتصاد المغرب وتوفير فرص العمل للمغاربة. الشركة المصنعة كيف ما كتعرفوا هي مجموعة رونو، وهي شركة كبيرة لصناعة السيارات، وهذه سيارة واحدة من العديد من السيارات اللي تم الإنتاج ديالها بالمغرب. سيارة جوجر مصممة خصيصا للأسر اللي كتحب تستمتع بالرحلات والسفر، واحسن حاجه فيها هي ان السياره هجينه، اي انها كتستخدم الكهرباء والبنزين، وبالتالي غادي توفر الفلوس وغادي تحافظ على البيئه في نفس الوقت. كنعتقد ان هذا الشيء رائع، لانه المغرب في السنوات الاخيره تقدم في صناعه السيارات. اليوم عندنا سياره هجينه، وعندنا في المستقبل سيارات كهربائيه، وكذلك السيارات العاديه، وبالتالي هذا امر ينبغي اننا نشجعه. شكرا لكم على مشاهده الفيديو، في انتظار موضوع اخر ان شاء الله.